حرقك ان شغل الدنيا في سينا بقى فخم، وده خلاني اقدر في ثانيه اقول لك بخ. ايه ده؟ ايه اللي الجوكر عامله ده؟ الجوكر نزل تراك اسمه ولاد العم، او ولا ولاد عم ولا نيله، وده تزامنا مع اللي بيحصل الفتره الحاليه دي. فخلينا في البدايه ندعي لاخواتنا ان ربنا يفك كربهم ان شاء الله، ويسامحنا على اي حاجه احنا مش عارفين نعملها بسبب قله حيلتنا. بس خلينا هنا نتكلم راب، ما نروحش للحته التانيه. يعني احنا هنا بنتكلم راب بس. بالنسبه لي لهذا صنع الراب. يعني لو رجعنا للاصول فهو طلع علشان يعبر عن القضايا والمعاناه والحاجات اللي شبه كده، الى ان تطور ووصل للنقطه اللي بقينا فيها الفليكسنج والفايب والحاجات دي. فتعالى نسمع القصه والحدوته اللي بيحكيها الجوكر المره دي. ابويا كان تملي يقول كعيله لينا سمعتنا، ويحكي عن ولاد عمي كوسط. طبعا البدايه تراديشنال جدا جدا، بتدل علينا وعلى شخصيتنا كمصريين وكعرب. القاء الشعر، تحس ان هو واقف وابتدى يلقي الشعر بكلام قوي جدا جدا جدا. مش محتاج اشرح لك الكلام، هو كلامه في البدايه باين جدا، بس الدخله لايقه جدا جدا على التراك، لايقه جدا جدا على الارت وورك اللي فيه الفرعون اللي واقف وقدامه 7 متجنزرين. وانت حاول تسيرش على ال7 دول هتعرف هم مين، لان انا مش هعرف اقول لك علشان ايه الفيديو يكمل على خير. هات جنود اجيب جنود، هات خرفان اجيب اسود. دخله حلوه جدا 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 على البيت، اولد سكول جدا. هات جنود هجيب جنود، هات خرفان اجيب اسود. حلوه فشخ. ليه؟ لان هات جنود هجيب جنود، احنا كده الاثنين زي بعض، انت جنودك خرفان انا جنودي اسود. حلوه فشخ ولايقه على اللي بيحصل ده. قال يقبل على الحدود فقبلنا ام مخلوق. حلوه حلوه حلوه، حتته بتاعته يعرف يقولها، يعرف يحكي الحدوته. قال يقبل على الحدود فقبلنا ام مخدود، قال ده خرق مش مفروض يبقى كل ده موجود. فطبعا هو بيحكي اللي بيحصل الفتره اللي فاتت. لما قال يقبل على الحدود فاحنا رحنا وقفنا عند المعبر، فقال لك ايه ده؟ ازاي دول عاملين كده؟ ده غلط وده نقد المعاهده. الله، وانت اللي بتعمله مش غلط؟ هو شاطر انه يحكي لك كل ده 3 برات، فاهم؟ لا يا عم لا والله. الحته دي ذكيه فشخ، حلوه جدا جدا. اخد صوت الرئيس الامريكي وهو كان بيقول انه they will do it لما كان بيتكلموا عن فكره التهجير، وقال ما تقلقوش كده كده هيعملوها. فقال له لا يا عم لا والله، ده غبي ده ولا ايه؟ تعال نسمع بقى ايه القوافي اللي عجباني جدا جدا بقى من اول اللي جاي ده. عملوا القبه قلوبهم قويت وبيجروا شكل، زمان اتقال مريف منيع وكارته من التكل. عجبني جدا جدا القافيه بتاع شكل التكل، حلوه وجديده على ودني. الكلمتين مش دارجين قوي في الراب، يعني ما تحسش ان انت سمعتهم في تراكات كتير. بيجروا شكل وبخرطومين التكل. كمل. بلاش معانا الدكن يا اسطى، اتعامل معاكوا الصاحب منتظم ومكن. حلوه دي برضو، وهي بتتكلم على اللي حصل يوم 7. قال لك بلاش معانا الدكن، والدكن ده زي القلق، بلاش معانا النوش يعني. بلاش معانا الدكن يا اسطى، اتعامل معاكوا الصاحب منتظم ومكن. بعد كده بقى ابتدى يحكي له، فاهم؟ قال له دي لو حكايه في شبرا مش هتبقى سهله كده، صرفنا ليه تسليح كان كفايه عليكم فريده. انا مش محتاج اطلع الجيش، انا شويه عيال بفريده كانت خلصت الموضوع. شاطر فشخ في الستوري تيلينج، انه عنده حكايه حدوته هيعرف يفنطها برات صعبه جدا. اللي بيعمله ده صعب والله، بس هو يعمل ده، ما يحاولش يروح للناحيه الثانيه علشان ما بتبقاش احسن حاجه فيها. انت شاطر في ده، خلاص يا باشا انت مالك الحته دي، خليك لوحدك. لو لبينا الندى مش هتشوفوا الشتا، بنشوف تيك توكات جنود من جيشكم بنقول ايه ده. حلوه 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 حلوه. قال لك بنشوف تيك توكات جنود من جيشكم بنقول ايه ده. هو بيتكلم طبعا على التيك توكات اللي بيقعد يعملها جنود او يعني ايا كان بقى، ما مش عايز اقول اسمهم علشان الفيديو يكمل على خير. بعد كده قال لك يا اسطى الكلام على البايظ، ازاي مقاتل مايس وجيش انسحب هايس، يا اسطى الجنود عرايس. حلو فشخ يا ابني، حتتك خليك بقى في الحته دي، الله يبارك. بص الانترنال الرايم اللي جاي ده. ما تجيش معايا في حكايه عشان جوايا كفايه، والشعب يريد صهاينه على الشوايه. ما تجيش معايا في حكايه عشان جوايا كفايه، والشعب يريد صهاينه على الشوايه. جامده وجميله ولذيذه وحلوه وبسيطه جدا جدا جدا. حرقك ان شغل الدنيا في سينا بقى فخم، وده خلاني اقدر في ثانيه اقول لك بخ. القافيه حلوه فشخ. حرقك ان شغل البنيه في سينا بقى فخم، وده خلاني اقدر في الثانيه اقول لك بخ. بص هيكمل يقول لك ايه. لو وجودك همك يا ابن عمي نخ، ماما بعيده مش هتلحق تيجي تقول لي كخ. ما احنا بنقول اهو، نقول بقى ال4 على بعض. حرقك ان شغل البنيه في سينا بقى فخم، وده خلاني اقدر في ثانيه اقول لك بخ. لو وجودك همك يا ابن عمي نخ، ماما بعيده مش هتلحق تيجي تقول لي كخ. ابيو فجاه ظهر في ال4 برات دول، ومش حاجه وحشه والله العظيم، حاجه حلوه. ان الناس تتطور مع بعض دي حاجه كويسه جدا جدا، انا مبسوط بده. انا اوريدي على الحدود برتكز عشان هارش مخططك النجس. انا اوريدي على الحدود برتكز، بس هو بقى خلاها انا اوريدي على الحدود برتكز عشان هارش مخططك النجس. حلوه ومش ممله طبعا. ليه؟ عشان احنا مش عارفين نغير فلو كتير، فاحنا هنحاول نغير القفلات بتاعتنا بس، قفلات الكلام.
انا ابكس من اللي قالك تبقى بيكس. انا ابكس من اللي قالك تبقى بيكس، البكاسه بتاعتنا، ما تحاولش تبقى بيكس. تراك حلو جدا جدا من الجوكر في وقته، ما فيش حاجه يقدر يعملها غير كده. راجل حاسس حاجه طلع قالها بفنه، هو ده اللي يقدر عليه. فعلشان كده هي مش خناقه برضه في شارع، يعني عكس اللي قالوا هي لو خناقه في شبرا كانت اتفادت. لا، هي اكبر من خناقه في شبرا، هي خناقه تاريخيه، هي خناقه فاصله. فما فيش حاجه نعملها غير الدعاء. يعني عايز اطول كتير في الحته دي علشان يعني خلونا بنتكلم راب بس، خلوا الحاجات التانية دي ايه، كل واحد ونيته وكل واحد وقلبه. فبرافو الجوكر، تراك حلو جدا 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 جدا. وتمام، انا مش واخد اجازه، خلاص احنا رجعنا الشغل. السلام عليكم.